لو ابنك مش بيحب البروتين بكل انواعه واكله مش كويس، ممكن تجربي تدخلي البروتين في اكله بطريقه غير مباشره. جربي الاكلات اللي ممكن تحببه في البروتين، زي مثلا واحد السموزي. حطي في السموزي مكونات صحيه زي الزبادي مثلا والفواكه وشويه عسل او سكر صحي، وضيفي مكملات بروتين او لبن. اتنين، الشوربه. ممكن تعملي مثلا ليه شوربه عدس او شوربه دجاج فيها قطع صغيره من الدجاج او اللحمه عشان يبقى طعمها خفيف. ثلاثة، السندوتشات. جربي تعملي ليه سندوتشات بالجبنة أو الحمص أو البيض المسلوق مع شوية خضار، وحاولي تضيفي بعض البروتينات بطريقة بسيطة. أربعة، الوجبات الخفيفة. حاولي تدخلي بقى المكسرات أو زبدة الفول السوداني، دول مصدر بروتين كويس جدا ومش هتحسي بيه في الأكل. خمسة، مكملات البروتين. في حالة ما كانت الوجبات ما بتكفيهوش، ممكن تشوفي اذا كان ممكن نستخدم او نستفيد من مكملات بروتينيه بنكهه هو بيحبها، زي مثلا شوكولاته او فواكه. الاهم هو انك تحاولي تنوعي الاطعمه وتقدمي ليه الوجبات بشكل مبسط عشان يتحمس يجربها. لو عجبكم المحتوى اعملوا لي لايك وشير وكومنت، واشتركوا على قناتي في اليوتيوب وفي تيك توك عشان يوصلكم كل جديد، ويومكم جميل.